والمحافظ عرض على هذه الارض دي قطعه الارض بتاعت السويربي، وان هو يعني مفهوم الكلام يعني ان هو كده سواء مجلس اداره وافق او ما وافقش كده كده الارض هتتاخد او في بدائل تانية يا دكتور يعني غير هذا الكلام عاري من الصحه تماما. وان الاخ اللي صرح بهذا التصريح تمام هو عنده مجلس اداره لكنه غير مفوض من اللجنه المشكله، وهو مضى على اللجنه المشكله واللجنه المشكله موجوده. من مين ومين يا دكتور؟ اللجنه المشكله مني ومن المهندس سالم عيد. مشكله بحث الامر يعني؟ احنا عقدنا لما حسينا ان هنخش في تفاوض فلازم نعمل هذا الموضوع لجنه فعقدت مجلس اداره. الجماعه اللي حضروا عرضنا الموضوع بالكامل، قالوا والله اذا كان في فايده نشوف، وكتبنا في محضر مجلس اداره عشان الساده اعضاء مجلس الاداره يعرفوا قبل الناس اللي بره في محضر مجلس الاداره اللي فيه اللجنه المشكله انه لن يتم تنفيذ اي شيء الا بالرجوع للجمعيه العموميه غير العاديه، لان ده الحق الاصيل طبقا لله. يعني انت والكابتن سالم معاك وكيل المهندس سالم عيد امين عام الجمعيه، الاستاذ احمد شوقي عضو مجلس اداره، الدكتور عز الرجال عضو مجلس اداره، خدنا معانا الاستاذ علاء زهلول، وخدنا معانا كابتن سيف كمان مدير الجمعيه، يعني معاك ناس ماليين برضه فاهمين بيسوقوا، الكابتن خميس الشيمي، وخدنا معانا بعض من اعضاء الجمعيه العموميه. ليه؟ لان عشان القرار يكون قرار جماعي مش قرار فردي. طب ده معناه انه فعلا في قرار ممكن يوم مفيش قرار، لا في يعني في مفاوضات او في مفاوضات. ما انا هقول لحضرتك، انا ماشي مع حضرتك اهو. لما اللجنه المشكله من قبل مجلس الاداره اتشكلت بدانا نسعى ان احنا نتفاوض لمصلحه المكان. تمام. يعني احنا بقينا نبقى حريصين ان احنا نحصل اكبر فايده ممكنه من هذا المشروع. خد حضرتك، يعني الموضوع كانت مجرد فكره، لكن احنا حرصنا ما دام هتبقى في مصلحه المكان، احنا اللي بقينا نسعى، واحنا بقى نروح المحافظ وبقى نروح للسكرتير العام عشان نشوف ايه المكاسب اللي ممكن نحققها لهذا المكان. طب التفاوض يا دكتور على السويربي بس ولا في اماكن ثانيه؟ تم عرض الموضوع انه في كذا مكان مخصص للمحافظه، مكان في كفر العجيزي، مكان في شارع الجلاء، مكان في محافظه الدواك. عرضنا موضوع مدارس الصدق الرافعي وقلنا ناخد فيها ده. كل دي اقتراحات لن تنفذ الا ما يكتمل المقترح، يعرض باكتماله على الجمعيه العموميه غير العاديه، والجمعيه العموميه بالرغم من اكتمال المقترحات هي الراي صاحبه الحق الاصيل في القبول او الرفض، ولا يملك احد. تمام. فبدانا في المساعي طبقا لقرار مجلس الاداره ان احنا نشوف، فرحنا شفنا مكان في العجيزي، فلقيت المكان ده منسق للسكه حديد مباشره بتاع المرفق الداخلي الداخلي، الواجهه بتاعته 15 في حوالي 250، وجنب يعني شكلها طبعا تدينا قطر يعني. وهي جنب القطر وما تصلح يكون مدرسه. في شارع الجلاء في مبنى الورش والصيانه، هذا المبنى مساحته اقل من اللي عندنا. احنا طبعا قلنا برضو عشان يبقى فيه مصلحه للمكان، احنا واخدين المساحه بتاعتنا 2800 متر ايجار، فقلنا والله لو ادونا ضعف المساحه تمليك احنا قلنا هي ملك مين اصلا؟ ملك الاوقاف. واحنا بندفع ايجار الاوقاف شهري طبعا. فقلنا والله دول 2800 متر لو ادونا ضعف المساحه تمليك تخصيص يبقى ده مكسب. بالظبط. احنا المباني اللي عندنا زي ما قلت لحضرتك في الاول انه معظمها بدون اساسات، سمله فقط، دي ممكن تسبب لنا مشاكل بعد كده. خد حضرتك، فقلنا هم لو بنوا لنا مباني بدون يعني المبنى ده كله بدون اساسات، وده موجود ومكشوف، ده كله والتقرير مباني قديمه كلها مهدد بالانهيار. لا هو كمان يا دكتور انت هتبني على طراز حديث ومكان كويس بالظبط كده. فاحنا قلنا لو احنا رحنا خدنا ضعف المساحه وبنوا لنا مبنى كامل جديد باساسات قويه جدا، بحيث ان احنا بعد كده نعمل فندق رياضيين، نعمل حمامات سباحه، نعمل الكلام ده، نحقق الجمعيه بفروحها. اللي احنا حضانه وابتدائي لو عملوا لنا ترخيص اعدادي وثانوي ولغات والله يبقى احنا برضه حققنا مكسب. يعني احنا بندور على اقتراحات وبنتفاوض على مصلحه المكان على اساس ان نعرض على الجمعيه العموميه وهي تقول او لا. فاحنا نتيجه المقترحات توصلنا لاتي.
ان انسب مكان في حدود المتاح، لان الاقتصاد الرافع مخصصه من قبل الوزاره. قلنا مجمع مخصصه فين يا دكتور؟ لان المواقف هتنقل في زبربيه، فمخصصه لمدرستين وتم الاعتماد التخصيص، انتهى. بس ممكن انها يقام فيها ويمكن تم الطرح كمان، فاصبحت ما نقدرش نخش فيها. قلنا طيب انتوا هتنقلوا المواقف لسبربيه، طب ناخد مكان السوبر جيت اللي في اخر الفاتح. جميل. قالوا ان هذه الارض ملك بنك ناصر الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي هو صاحب الحق، والمحافظه ما دارت معاه في اخذ وعطاء عشان يشوفوا هيعملوا ايه، برضه ما نقدرش ندخل فيه. استعرضنا جميع الاماكن اللي تملكها المحافظه واللي ممكن تكون انسب، فلقينا ما فيش انسب من موقع سبربيه لسبب. موقع سبربيه ده من شارع البحر، المدخل من شارع البحر. مجمع سبربيه بتاع جامعه طنطا بالكامل ملاصق ليه. احنا عندنا في مجمع سبربيه 80,000 طالب وطالبه، خد حضرتك. الطريق جنب السور بالظبط بتاع الجامعه. احنا هنبقى في الواجهه، يعني نعتبر في شارع البحر مش في سبربيه زي ما بيقولوا. سبربيه النهارده اصبحت يعني احد احياء شارع البحر، يعني في شارع البحر نفسه. احنا في احد احياء طنطا، خلاص سبربيه. علاوه على ان في مفاوضات نهضه طنطا 15 فدان بعد اذاعه وسط الدلتا والقناه السادسه بياخدوهم، هيتعمل نهضه طنطا. معمول على طريق سبربيه 100 فدان في منشيه الاوقاف، منطقه صناعيه مول كبير جدا. الطريق ده هيبقى 4 حارات رايح جاي، وهيمتد للطريق الساحلي الدولي. هذا المكان على ما لو فرض ان قدر لنا ومجلس الجمعيه العموميه غير الارضيه وافقت، هذا المكان هيبقى بالنسبه لنا حلم المستقبل. ليه؟ لان هذه دي النقطه بالذات هتبقى المتنفس الوحيد بتاعت طنطا انها تنتقل لهذا المكان. ونفس المساحه تاخدها ولا اكتر؟ لا، خدنا شوفنا بقى المساحه ورحنا عيننا، والحقيقه مجلس المدينه متكاتف معانا وسكرتير المحافظه برضه كمقترحات. خد حضرتك ليه؟ على سبيل ده مشروع خيري وده مشروع خيري، والاثنين يهموا المحافظه، مش حاجات مش ملكيات خاصه. فالمهم توصلنا الى منطقه في محطه الدواجن. برضه انا ما زلت بركز عشان الكلام اللي بيقال عكس هذا. احنا لم نتسلم، لم نوقع، لم ننهي اتفاقاتنا، مجرد اطروحات واتفاقيات لم تتبلور حتى تاريخه بعد ما ظهر بينهم. لم تتبلور ولم يتم توقيع اي شخص مسؤول ولا انا من قبل الجمعيه الشؤون المسلمين على هذا الموضوع، كلها مجرد اقتراحات. فروحنا وعينا المكان حوالي 4034 متر سوف تخصص لجمعيه الشؤون المسلمين. 4034 في المقابل 2300 متر ايجار، ده في المساحه بالظبط. مباني على مساحه 2300 متر، المباني على مساحه 2300 متر، 4 ادوار مشطبه تشطيب كامل، مبنى مدارس 55 فصل، مبنى اداره جمعيه شباب المسلمين، مسجد كبير جدا، دار مناسبات كبيره جدا، اداره جمعيه وملاعب والى اخره. كل هذا الكلام تسليم مفتاح التمويل، هم هيتصرفوا فيه وهيسلمونا وهيبداوا في التنفيذ اذا كانوا موافقه من قبل الجمعيه العموميه غير العاديه. احنا طيب قلنا قالوا طب احنا لو احتاجنا المبنى خلال النصف الثاني تعملوا ايه؟ طب حضرتك قلنا والله نشوف برضو كمقترح نعرض على الجمعيه العموميه. انتوا توفروا لنا لو احنا رحنا هناك. اللي انا عايز اقوله احنا مدرسه خاصه، ناس دافعه مصروفات، لنا خدمه معينه بنقدمها. الناس دي مش عايزه تروح بعيد، اذا راحت تروح في مكان احسن ما راحوش في مكان اقل. بالظبط. فالمهم انتهينا اللي رحنا شفنا مدرسه الاحمديه الثانويه. مدرسه الاحمديه الثانويه فيها مبنى جديد ومبنى قديم. المبنى الجديد ناحيه مديريه المركز، مبنى جديد جدا، هيخصص للشبان المسلمين في حاله موافقه الجمعيه غير العاديه. انا بركز اهو. هيخصص للشبان المسلمين، هتشال يافطه الاحمديه، هيتحط يافطه الشبان المسلمين ل 24 ساعه تبع الشبان المسلمين. لان كان التفاوض ان احنا ناخد الفتره المسائيه، قلنا ما ينفعش، احنا لازم صباحي. قالوا طب ناخد المسائيه اللي بتوع الاحمديه وتخليكم انتوا الصباحي، فلقينا ان احنا هنضغط الفتره بتاعتها يخلصوا الساعه 12. احنا لا، الجدول بتاعنا بيمتد ل 2:30. فالمهم نهايه المفاوضات المبدئيه اللي هتعرض على الجمعيه والمغرب العاديه، ما زلت بقول خد حضرتك عشان الشائعات مالهاش لازمه، والناس اللي بتعمل